الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فخير الدعاء دعاء عرفة. اكتر دعاء هيجيلك خير في حياتك بسببه النهارده. النبي عليه الصلاه والسلام النهارده رفع ايده من الظهر للمغرب ما نزلهاش. النهارده خير الدعاء، اكتر دعاء هيجيلك خير في حياتك وفي حياتك بسببه. ما تعطلوش نفسكم عن اي حاجه. النهارده لا يوم طبيخ ولا يوم انشغال ولا يوم موبايلات ولا يوم سوشيال ميديا. انطلاق في الدعاء، انطلاق في كلمه يا رب، انطلاق في اعظم كلمه الرايه البيضاء. ارفع الرايه البيضاء بقى لربنا. النهارده كلمه يا رب ده هتغير كل حاجه في حياتك. النهارده يوم علو الهمه في الدعاء. كم مره ربنا استجاب دعائك يوم عرفه يا جماعه؟ يوم عرفه ده يوم خطير. الدعاء ده اعظم صفقه مع ربنا. لو اي باب اتقفل في وشك قول يا رب. ارفع ايدك، انت هتاخدي ايه من الدعاء؟ اوعي تنزلي ايدك النهارده. انت وكل حبايبك، انت وكل احبابك، انت وجوزك، انت واولادك، انت ووالدتك ووالدك، محدش ينزل ايده ابدا ابدا يوم عرفه يا جماعه. الادعيه اللي ما بتستجابش في الدنيا دي انت يوم القيامه هتقول الحمد لله انها ما استجابتش. الحمد لله ليه؟ لان ربنا صرف عنك مصائب في جهنم بسببها. يبقى دي الحاجه الثانيه. الفايده الثالثه في الدعاء اللي هي تفريج الهم والكرب بقى. ان فعلا الرزق يوسع، الدين يقضى، المرض يشفى، الامتحانات تنجحي فيها، الامر ييسر، الزواج ييسر، تلاقي عروسه، تلاقي شقه، تلاقي وظيفه، الامور تتصلح، المرض النفسي يروح. قال الله عز وجل ولم اكن بدعائك رب شقية. الامام الرازي قال يعني مجرد الدعاء بيجيب سعادة. انت لما تدعي ربنا قلبك بيتملى امل. انت بتبقى عارف الدعوه اللي هتستجاب من الدعوه اللي مش هتستجاب. انت بتبقى حاسس لما تلاقي قلبك مع ربنا وقلبك اتوصل بربنا وربنا فتح على قلبك وانت بتقول يا رب، بتبقى عارف ان ربنا يستجيبها. حسن ظن بالله، السعاده والفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح صححه الالباني في صحيح الترمذي الدعاء هو العباده. يعني شوفي حسنات قيام الليل والصيام والصدقه، الدعاء حسناته اعلى من كل ده. يبقى الدعاء هو العباده. من لم يسال الله يغضب عليه. معنى ان عندك ديون وعندك مشكله ومتضايق ومخنوق وما بتقولش يا رب، ربنا بيغضب. بيغضب ان يبقى عندك احتياج ليه ومش راضي تقف على بابه. يبقى الدعاء ده فريضه. النبي عليه الصلاه والسلام روي عنه من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمه. تلاقي الابواب اللي مقفوله في وش الدنيا كلها اتفتحت في وشك. لما ربنا يقر العبد يوم القيامه في العرض على الله يقول له هل كنت تدعوني؟ يقول له هل الم ينزل بك بلاء يوم كذا وكذا فدعوتني ان اكشف الغم عنك فلم ترى فرجا؟ فاكر يوم مشكله كذا لما دعتني والمشكله لقيتها ما اتحلتش؟ قال له نعم يا رب. قال فاني ادخرت لك بها في الجنه كذا وكذا. خد القصر ده في الفردوس الاعلى، خد الخيمه دي في جنات عدن، خد. الحمد لله يا رب. فيتمنى العبد يومها لو لم يكن عجل له شيء من دعائه في الدنيا. يعني الحمد لله ان مش كل ادعيتي استجيبت، انك انت يا رب استجبت لي 70 80% بس من دعائي، وفي 20 30% وقتني بيهم من عذاب القبر ومن اهوال القيامه، وادتني بيهم نعيم الفردوس الاعلى، وصرفت عني مصايب في الدنيا. الحمد لله يا رب. الدعاء صفقه رابحه، تامين لمستقبلك الدنيوي، تامين لمستقبلك الاخروي، عطاءات باهره في الجنه، سعاده وفرحه في القلب، حسنات كتير جدا، اسقاط فريضه ورضا الله سبحانه وتعالى، وضمان رضا الله سبحانه وتعالى الانسان اللي بيدعي ربنا كتير باذن الله. الدعاء تفريج الهم والكرب في الدنيا، فتح الابواب المقفوله. يلا يا شباب، يلا يا جماعه ارفعوا ايدكم، يلا يا جماعه في عرفه، يلا يا جماعه يوم عرفه النبي رفع ايده بعد الظهر ما نزلهاش غير المغرب. النهارده علو الهمه في الدعاء. يعني السنه اللي فاتت في يوم عرفه انا فاكر بعدها 3 4 ادعيه من الواحد دعاها في اليوم، فضل ومنه الله استجيبت بعدها بفضل الله على طول. يلا يا جماعه ما تعطلوش نفسكم. فتح الله عليكم. اللهم تقبل منا، اللهم افتح علينا في دعائك، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب. اللهم اشفنا، اللهم ارزقنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم اجبرنا وارفعنا. اللهم انا نسالك اليقين والعافيه، اللهم انا نسالك من كل